السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا على فيديوهاتنا. زي ما انتوا شايفين كده هنعمل صينية بطاطس بالفراخ تحفة جدا، وتتبيلتها بسيطة قوي وسهلة، بس هتديكي طعم مختلف شوية، وهنقولك على تركية كده جميلة. وكمان هنعمل شوية رز كده مفلفل، الرز البسمتي العسل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا كلنا شطورين وعسولين وبنعرف نطبخ كويس جدا، بس زي ما بنقول كل مرة بنحب نفكر بعض بأي تركة كل واحد فينا عارفها مختلفة عن ما هو بيطبخ الأكل بتاعه. زي ما انتم شايفين الصينيه هنسويها على البوتاجاز من فوق، وبعدين هندخلها الفرن تاخد حاجه بسيطه. بس الاول اللي لسه ما اشتركش عندنا في القناه يا ريت يشترك ويفعل الجرس ويحط كمان اللايك يا جماعه، ويا ريت تفعيل الجرس يكون على الكل عشان يوصلوا كل جديد مننا باذن الله. فرخه زي ما انتم شايفين كده غسلناها كويس جدا، وكمان عشان تشيلي منها اي زفاره حطي عليها دقيق زي ما انت شايفاها كده بالظبط. انا حطيت عليها دقيق ودعكتها كويس جدا جدا بشويه ملح كمان وحبه خل، وبعدين حطيت عليها الميه وسبتها منقوعه في الدقيق بتاعها كده حوالي 10 دقايق، عمل بس ما لميت اللي ورايا كده، وبعدين شطفتها وبقت جاهزه معايا على الطبيخ على طول. جبنا بقى بصلايه محترمه وسط كده، يعني بنت ناس بشرناها، وانا بحب ابشرها عشان خاطر انا محتاجه الميه بتاعتها دي في حاجه هنعمل دلوقتي بيها ايه هنشوف، لكن التفل بتاعها ما ترموهوش خالص عشان هنحطه في ارضيه الصينيه. هنجيب بقى ميه البصل زي ما انتم شايفين، هننزل عليها بقى بورق لوري وحبه حبهان مطحون، طبعا الكلام ده كله مطحون، وتوم باودر وبصل باودر وحبه فلفل اسمر وحبه ملح، وكمان بهارات من الدجاج. البهارات دي حلوه جدا جدا، ودي الخلطه بتاعتنا النهارده اللي انا جايباها من بره، بس جميله قوي 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 من عند اي عطار. قولي له خلطه دجاج دي اللي بتديكي النكهه الحلوه جدا. ونزلت معاهم كده بمعلقه كبيره من الزبادي، وكمان معلقه كبيره من الكاتشب. لو انت عندك كاتشب، مش عندك خلاص ده حاجه اختياريه، بس بتديها طعم حلو قوي قوي، وكمان بتديها في التحميره لون كويس. ونزلنا كمان حوالي بمعلقتين من الزيت عليه. طبعا الفرخه بعد ما نضفناها وشطفناها بقى ونضفناها كده زي ما انتم شايفين، وسبناها تصفي خالص الميه اللي جواها، جبناها كده بقى وفتحناها زي ما انتم شايفين، وهنفتح فيها فتحات في الصدر بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. وطبعا هنكون مجهزين الخلطه اللي احنا عملناها مع بعض. عايزه اقول لك ان الخلطه جميله جدا جدا، مديه طعم مختلف للفراخ المشويه حلو قوي. على الاقل الخلطه دي يا جماعه لازم تقعد حوالي ساعتين مش اقل من كده جوه التلاجة عشان تديك الطعم اللي انت هتشوفيه ان شاء الله لما تجربيها باذن الله. هننزل بقى بالخلطه كلها كده وهندخلها جوه الفرخه كلها، وكمان في الفتحات اللي احنا فتحناها زي ما انتم شايفين، وهنسيبها بقى في التتبيله بتاعتها دي لحوالي ساعتين. وطبعا الجو حر لازم تتحط جوه التلاجة. هنجيب بقى البصل بتاعنا اللي احنا صفيناه او اللي هو اخدنا منه الميه، حطيناه في قاع الصينيه كده، وكمان جبنا بصلايه كبيره قطعناها حلقات، وبرده فرشناها كده في الصينيه، ومعاها حلقات من الفلفل والجزر، والبطاطس برده قطعناها حلقات زي ما انتم شايفين، بس الحلقات بتاعتها ما تكونش صغيره. وخلي بالكم اليومين دول البطاطس لما تيجوا تعملوها حطوها في ميه لو انتم مش هتستخدموها على طول، يعني قطعتها وسبتها في شويه ميه لحد ما جيت استخدمها، وبعدين صفيتها من الميه بتاعتها. جينا بقى هنعملها بالصلصه بتاعتي. طبعا هنعمل صينيه البطاطس الحمراء زي ما انتم شايفين. هنجيب بقى صلصه متسبكه من عندنا، حطيناها تفك على البوتاجاز على العين يعني، ونزلنا عليها بنفس تتبيله الفراخ، فلفل اسمر وشويه ملح. لا ما حطيتش هنا ملح، حطيت باكوين من المرقه، ونزلت عليهم بباكو من الصلصه كمان بحيث انها تبقى محمره زياده. والتركه الحلوه حطيت شويه من الزعتر. هتقولوا لي ليه يا اميره ما حطيتيش زعتر جوه الفرخه نفسها؟ هقول لكم لان اولادي ما بيحبوش يشوفوا الزعتر جوه لحم الفراخ. انا رشيت على الفرخه من بره شويه زعتر، وحطيت التتبيله بتاعه الطماطم دي، حطيت فلفل اسمر وحبه برده توم باودر وبصل باودر وشويه وبكوين من المرقه بتاعه الدجاج، وكمان من الحبهان، حبه صغننين كده الحبهان البودر، والورق اللوري برضو المطحون حطيت منه حبه صغيرين. فرشنا بقى الفرخه زي ما انتم شايفينها، وحطينا طبعا الطماطم كده الاول على البطاطس، وحطينا الفرخه ونزلنا عليها بشويه بقيه الصوص اللي احنا عملناه. هنحط بقى كل الكلام الحلو ده كده فين؟ على البوتاجاز. ده بقى شويه طماطم انا حطيتها من فوق بحيث انها تساعد الفرخه انها تاخد لون حلو لما تخش جوه الشوايه او جوه الفرن. طبعا هكون مشغله عين البوتاجاز من فوق، وهكون حطها عليها بقى عشان ما تاخدش وقت مني كبير في الفرن. طبعا انا عايزه اعمل اكل في السريع جدا كده. انا حطيتها خلاص على البوتاجاز من فوق لحد ما تاخد غلوتين ثلاثه، واحس ان البطاطس معايا بدات خلاص تستوي. طبعا شايفين انا رشيت بس رشه بسيطه كده من الزيت عليها عشان تبقى لامعه معايا.
لحد ما احس ان البطاطس بتاعتي بدات تستوي والفراخ خلاص بدات يعني ايه ما شاء الله تستوي معايا، ما اخدتش مني على البوتاجاز فوق بالظبط ربع ساعه و5 دقايق، تلت ساعه بالكتير، وكنت شايلاها من على البوتاجاز مدخلاها جوه الفرن. في خلال بقى ما الفراخ على البوتاجاز جيت علشان اعمل شويه الرز بقى الحلو العسل اللي هو البسمتي زي الرز الريزو كده بالظبط. عملناه بقى وجبت له خلطه من بره كده، نزلت بشويه من الزيت وعليهم التوابل ورق لوري واللي هو الليمون الاسمراني ده اللي هو اللومي يعني، وحبيتين من الحبهان بس ما فركتهمش، سبتهم زي ما هم عشان هرجع اشيله بعد كده. وبعدين نزلت عليهم بقى بنص كيلو من الرز البسمتي طبعا مغسول ومتنضف كويس جدا وكويس جدا يعني ان هو نقعينه يعني شويه، وشلته صفيته وحطيته كده، وهنزل عليه بقى بالتوابل اللي انتوا شايفينها دي اللي هي بتاعه الرز البرياني. انا جبتها قلت اجربها المره دي هي طريقتها عامله ازاي. وبعدين شوحت بقى شويه الرز دول مع البهارات والتوابل اللي احنا حطيناهم، ونزلت عليهم بالميه. حطيتي ميه قد ايه يا اميره؟ على كل كوبايه رز من الرز البسمتي انا حطيت كوبايه ونص من الميه. كوبايه رز من الرز البسمتي حطيت كوبايه ونص من الميه المغليه. خلصناه قمنا حاطينه بقى وسبته على النار لحد ما يتشرب. طبعا بقى قلت هعمل شويه طحينه جنب الاكل العسل ده، دي الطحينه اللي احنا عملناها في الفيديو اللي كان قبل ده بتاع الطحينه على طول. شايفين ما شاء الله كانت عامله ازاي وقوامها حلو جدا جدا. قلبتها بس الاول تقليبتين كده قبل ما اخد منها الكميه اللي انا عايزاها، وبعدين هنزل في بوله واسعه بقى وهنزل ببقيه الزبديه اللي انا اخدت منها معلقه كبيره لتتبيله الفراخ. وبعدين هنزل بشويه خل صغننين والتوابل بتاعتنا اللي هي فلفل اسمر وكمون وحبه من الملح. هديها تقلبتين كده كويسين جدا، وبعدين هبدا احط عليها الميه السخنه عشان تفك معايا. احلى طريقه ممكن تعملي بيها الطحينه هي الطريقه اللي بقولك عليها دي، جميله جدا وبتديكي القوام اللي انت عايزاه. وخلي بالك القوام دلوقتي لو خفيف لما تسيبيه شويه مثلا عبال ما تغليه في الاكل وكده هيكون تقيل معاك. طبعا بقى دوقي الملح بتاعك، وبعدين نزلي بشويه من الزيت صغننين مش كتير بس يعني على الوش كده من فوق، لان هي اصلا جواها زيت فاحنا مش عايزين الموضوع يبقى تقيل قوي معانا في الزيوت. كده كانت وصلت خلاص للقوام اللي انا عايزاه. هصبها بقى في الطبق زي ما انتم شايفين كده، وهحط على الوش كده نقطتين 3 من الزيت يديها شكل جمالي فقط مش اكتر. كده بقت الفراخ معايا زي الفل اهي على النار. كانت استوت خلاص. مسكتها بقى دخلتها جوه الفرن عشان خاطر تاخد اللون الحلو الاحمر او المتحمر اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو زي ما انتوا كنتوا شايفين. استوت معايا زي الفل ما شاء الله. شايفين يا جماعه ما شاء الله ما خدتش مننا وقت نهائي خالص. عايزه اقول لكم اللي وصل لحد هنا معايا بالله عليكم ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب لمطبخ اميره وماسه عشان يوصل لكم ان شاء الله كل جديد مننا باذن الله. شايفين بقى التحمير عسل 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 عسل. الفراخ متحمره والبطاطس مستويه حاجه كده اللهم بارك، جميله جدا جدا. طريقه بسيطه وسهله جدا وممكن تبقى مختلفه لبعض الناس. طبعا كلنا شاطرين زي ما قلنا لبعض قبل كده وفي كل مره بنقول نفس الكلام، ولكن احنا بنذكر بعض بالتتبيله بالمقادير بالطريقه. ممكن اي افتكاسه جديده ممكن نعملها في الاكل او في الحلويات. ربنا يبارك فيكم وفي اولادكم وفي الحاجه اللي بتعملوها، ويبارك في اي شيء ما بين ايديكم يا رب اللهم امين. عايزه اقول لكم بقى حطوا لي لايك حلوه جدا للاكله الحلوه دي، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه وفي حفظ الرحمن.